النهارده من أمثلة الدكتور صلاح الشفيق، النهارده النموذج الجميل اللي اشتغلنا عليه في بالقاس، وإن بالقاس دايرة الضوء. النهارده معايا شخصيات ونماذج، معانا حد النهارده عامل كتاب، والكتاب بتاعه تبع أكاديمية ناصر العسكري. أسامة بعينين اشتغل على نفسه، وطبعا فرز موته بأنه خريج آداب إعلام، واشتغل في قصر الثقافة وكان من الأوائل. النهارده أول كتاب له، وهيبقى الثاني والثالث والعاشر بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول إيه يا إسلام؟ أنت عملت كتاب وعايز تحول الكتاب؟ كل واحد يجي يقول عاوز هذا يثبتي. تقول إيه النهارده وأنت مع صديقة لك أو زميلة لك حولتوا حياتكم لكتاب؟ الكتاب دلوقتي هيبقى على مرء السمع والناس كلها تتكلم عنه. أول كنت يقول أنا عاوز هي وتجد ديما الموسيقى السينما وكذا معين يعني كده بتاع تبع لازم نودي إذا بدينا الناس إذا بيعرف. يعني انت عايز تقدم الكتاب ده، مش عايز تقتصر بيه على نفسك، عايز تقدمه لناس كتيرة يستفيدوا منهم ويستفيدوا من تجربتك. وهو يعني هو أنا أبي المدرسة كنا بنعرف من المدرسة يعني انت كنت بتعامل الاول من حاجات وحسيت ان في الكتاب بتاعك انك ترسم المعاناة بتاعتك، انك تعمل كتاب. عزيزي المشاهد، الكتاب هو حب يكتب في الكتاب في امل ان الكتاب يتحول من عن طريق اكاديميه ناصر العسكريه لقصه، زي كرتون للاطفال، عشان الطفل الصغير يطلع يستفيد. متوفي وكده حاجة بتبتدي المجتمع. احنا بنشوف مامتك معاك في تعالوا كده، حضرتك حسيتي ان الاسلام مش فرض عليك ولا حاجه، هو بيخدم نفسك بنفسك في الحاجه. تقولي ايه والاسلام فعلا حسيت ان هو ما عندوش اي علاقه، بالعكس والله رحمه ربنا، الحمد لله الحمد لله ان هو قدر يحقق اللي هو عايزه. وهو شجعني، يعني انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه، انما يعني هو بتحدي لي اعصر قدرنا نوصل لبر الامان. وممكن هل عدة هل بيوت إذا الزمن المد الزمن لأنه عوي كده ضمن المدرسة. يعني انت ملخص كلام بيشكر المنتج السينمائي الاستاذ هشام سليمان، لان هو الناشر مبرر. إذا الزمن لا للافلام. ها؟ نعم قدرون ده لا، هشام سليمان الناشر الشبابي الاول، هو اخذ القصه حولها لكتاب وهو اللي طبعها. يعني دي مكافأة مش مكافأة، لا، هو المنتج هشام سليمان منتج صاحب مبادرة النشر الشبابي الأول للثقافي. فهو متبنيه تقريبا، فحول القصة بتاعت الإسلام لكتاب وهو اللي طبعه الكتاب. ده نموذج جميل ان احنا فعلا نبقى اولادنا نتحدى القراءة، بدل ما هم يبقوا قافلين على نفسهم وما يخرجوش لحياة بالعكس. هو خرج للحياة صورة جميلة انه بقى موظف. عاوزونا أنا أبي البيت وتدرس ونمنع ونذكرني المجتمع. هو قبل 2016 كان بيعاني هو وكل ذوي الإعاقة من الدكتاتورية الاجتماعية، لأن ما كان لهمش كيان. بس الرئيس لهم ما احنا بنقول إيه؟ بنقول قبل 2016، إنما بعد 2016